كل واحد منا لابد أن يكون قد مر بالكثير من تجارب الفشل والإحباط والألم، وشعر للحظة أن الحياة قد توقفت، وأنه لم يعد هناك أي فائدة من الاستمرار فيها. لكن فجأة يبرق الأمل في أعماقنا مثل سحابة محملة بالمطر تهطل على صحراء الروح، فتغدو جنة خضراء يانعة. ولو كانت الحياة وردة لكان الأمل هو عطرها وشذاها وجمالها. ولهذا علينا ألا نفقد الأمل أبداً، وأن نحارب كي يظل حياً في قلوبنا، وألا نسمح لأي حزن كي يظل حياً في قلوبنا، وألا نسمح لأي حزن أن يستوطن مكانه، ولا لأي خيبة أن تتملكنا في حضوره. فإن حض نهر الأمل اختفى الألم وذهب اليأس بعيداً عنا، فالمستحيل كلمة لا توجد إلا في قاموس الحمقى. فالأشخاص الذين يملون أنفسهم بالأمل لا يشيخون أبداً، بل يظل شباب العمر يرتع معهم إلى النهاية، لأنهم حرصوا على أن يكونوا واثقين بأنفسهم، متيقنين بأن القادم أجمل، وأن أشد الأوقات ظلاماً هي قبل طلوع الفجر، وهذا بحد ذاته يشعل القلب وقود الأمل. لذلك علينا أن نتسلح بالأمل في كل حين، وأن نكون على قدر المسؤولية التي يتطلبها منا. هذا الأمل النقي الذي يجب ألا يتشوه أبداً، وألا تمسه أي أيد عابثة.